حاجات بطلت اعملها وفرقت معايا جدا. الفيديو ده جامد قوي قوي قوي، لان انا كنت ملكة الصرف. كنت بحب اصرف حاجات عمال على بطال لدرجة مش معقول. فالفيديو ده جامد جدا جدا، فيا ريت تسمعوه للاخر علشان تستفيدوا وغيركم تستفيد، ويا ريت تشيروه علشان ايه الكل يستفيد من الفيديو ده. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. ليه يا ماما لومي مهم جدا؟ لان كان في حبة حاجات انا كنت بعملها بطلت اعملها. 10 حاجات بطلت اصرف فلوسي فيها. ايه هي يا ماما لومي؟ هقول لكم. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اللي يحط لي لايك حبايب قلبي اتشرف بيه، وشكرا جدا على راسي. وكل اللي يحط لي لايك ويدعي لي دعوه حلوه ما ينسانيش في الدعوه الحلوه واللايك الجميل من ايديكم، علشان الفيديو يكبر وقناتي تكبر، وربنا يسعده ويديله ويرضيه ويرضى عنه ويكبر بخاطره. كل يحط لي لايك، حتى لو انت بتتفرج عليه مش مشترك عندي حط لي لايك يا جميل. بحبكم في الله. بس ما تنسوش انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي او ماما احلام. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم. وبعدين انا الفيديو ده جامد ليه؟ لان انا كنت بصرف فلوس كتير وما كانش بيبقى معايا فلوس. ودلوقتي الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بقدرة ربنا وعظمته انا دلوقتي الحمد لله معايا، لان انا خدت بالي من المصاريف اللي انا كنت بصرفها عمال على بطال، ودلوقتي بطلت اعملها. فلازم اقول لكم عليها علشان تعملوها، عشان كل واحده في ايام الغلا بتاعتنا دي. طبعا احنا عايزين نمشي على قدنا، بس مش هنحرم نفسنا ولا هنحرم ولادنا ولا اي حاجه خالص. فانا اقول لكم على النصايح دي، لان انا بقول لكم النصايح دي والله والله من قلبي، والله من قلبي. فانا بقول لكم الحاجات دي عشان تسمعوها وتحافظوا، كل واحده تحافظ على القرش اللي معاها وتحافظ على الفلوس اللي معاها، وتبطل تصرف عمال على بطال عمال على بطال. لان في حاجات انت بتجيبيها وترجعي تقولي يا ريتني ما كنت جبتها، او تبوظ وتقولي يا ريتني ما كنت عملتها. فانت تسمعي الفيديو ده للاخر علشان تستفيدي ويستفيد كل حبايبك، وتشيري الفيديو ان شاء الله هتستفيدي باذن الله، وتدعي لي دعوه حلوه. بصي انت هترجعي تقولي لنفسك ايه؟ هتشوفي الفلوس اللي في ايدك تقولي الله، هو انا الفلوس راحت فين؟ او انا بسال نفسي الفلوس راحت فين؟ لان انا كنت ملكه الصرف. انا ما كانش حد بيصرف زيي، ويمكن انا قايله لكم في فيديوهات قبل كده على اللي انا كنت بعمله ايه معايا ومع اولادي والحاجات دي. فانا لازم اقول لكم الخلاصه كلها دلوقتي. انا كنت بجري على طول الاقي ايه؟ عروض. او بلاقي مثلا موديل عجبني، اجيب منه مثلا حاجتين او 3 حاجات. اقول ايه عشان يبقى عندي، عشان دي لما تدوب اقوم ايه ماسكه التانيه لابساها التانيه. بس الحاجات ديت حاجات زي ايه مثلا؟ ممكن شنط، ممكن موديلات فساتين، جيبات، بتاع دريس كده، اي حاجه سوت اجيبه مثلا عجبني، واجيب منه ايه نوعين او 3 الوان منه مثلا. اجيبهم وبعد كده استعمل منهم واحد مثلا، اجي بعد فتره الاقي الموديل بتاعه انتهى، او مثلا استعملت شنطه وشلت الشنطتين التانيين الاقي ايه الشنطه اتقطعت او مثلا دابت او اتقشرت. فانا ده كل ده حاجات بتتهدر مني. ده اول حاجه من الحاجات اللي انا بطلت ان انا اجيبها. دلوقتي بقيت اجيب الحاجات اللي هي بسيطه جدا جدا، ومش مش مهم تكون براند. يعني ممكن اروح ايه، لا لا دي براند لازم اجيبها، لا 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 دي ما ينفعش ده لازم اشتريها، انا ما فوتهاش ابدا. وممكن تلاقي حاجه مصريه او حاجه من صنع بلدك، او كنت تجي في اي بلد عربيه في صنع بلدك وتقولي لا ده انا لازم اجيبها، اجيب ديت واشجع حاجه بلدي، وتلاقيها احسن من البراند 1000 مره والله العظيم 3. انا كنت بعمل كده، ولما استعملت الحاجات دي لقيت فعلا انا ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش بالله عليكم تحطوا لي اللايك. اول حاجه. تاني حاجه بقيت امشي، ما بقيتش امشي ورا المظاهر. اجيب الحاجه اللي هي تعجبني انا، الحاجات اللي هي، واجيب حاجه واحده بس، ما اجيبش حاجتين وثلاثه، اجيب حاجه واحده بس. لاني الحاجه ديت ممكن تنفعني، ولما تدوب اقوم رايحه جايبه غيرها. مش اجيب مثلا واقوم شايله في الدولاب، اجيب حاجه مثلا بدلتين او سويت شيرت، او مثلا 2 شوز او 2 مش عارفه ايه. لا بجيب حاجه واحده دلوقتي بس تدوب، او مثلا قربت تدوب خلاص اقوم جايبه حاجه تانية. كده انا استعمل الحاجه، وكده فلوسي وفرتها. كده ما بقتش اجيب حاجات عمال على بطال، لاني انا دلوقتي مش عايزه استهلك فلوس. انا دلوقتي بقيت مبسوطه والحمد لله، ومش محتاجه من حد حاجه. وانا دلوقتي بشيل فلوسي علشان اوفرها لحاجات احسن واكتر. عارفين عايزه اقول لكم حاجه الاول؟ صلوا على سيدنا محمد. انا جيت مره جبت سوت، جبت 2 عجبني، قلت اجيب الاسود، وجبت واحد تاني ملون. بقيت البس الاسود، الملون ده مركون عندي والله في الدولاب لحد دلوقتي. طب انا ايه اللي خلاني جبته؟ يا ريتني ما كنت جبته، كنت وفرت فلوسه، كنت شلتها، كنت جبت حاجه بيها معينه، وكنت جايباه مش عارفه ب 550 ولا ب 600 جنيه، حاجه زي كده. وندمت، ندمت ان انا فكرت جبت حاجه زي كده. ال ال
هوس الشراء جه غلبني في الحته دي، فجبت اتنين. فانا جبت الملون ده، يعني ما ينفعش ليا، مش يعني هو ممكن ينفع لي او البس مثلا ال- البلوزه بتاعته على بنطلون، او مثلا البنطلون على، لا لا، ما نفعنيش. الاسود كنت بلبسه اكتر حاجه، لان الاسود وقار، وبعدين ايه، حاجه شيك يعني. فاهمني؟ ده اللي انا عملته، بس ندمت على ان انا جبت التاني. وانا مش عايزاكم تعملوا كده، ما يجيلكمش هوس الشراء. لا ده انا اجيب منه اتنين علشان ينفعوني. لا، انا ده جبت ده واستعملته والحمد لله، ما شاء الله شغاله. التاني بقى انا قلت هلبسه في البيت. تخيلوا بقى، يعني انا خسرت دلوقتي حاجه والبسها في البيت. يعني انا ممكن كنت جبت في حاجه في البيت اقل من الثمن اللي انا جايباه بيها، بس ده غلطه من عندي انا. فانا مش عايزاكم تغلطوا كده. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللي انا احب اقوله لك، اوعي تجيبي حاجه ترند جامده وتقولي لا ده انا اجيبها. اي حاجه ترند بتجيبيها مفيش شهر ولا شهرين او اقل بتنتهي الصلاحيه بتاعتها، يعني ما بتبقاش ترند قوي، خلاص انتهى. وعشان ما تندميش، انا هجيب الحاجه اللي تنفعني. جيب الحاجه اللي تنفعك انت. مش في مثل بيقول لك، بس المثل ده غلط، كلي ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. لا، انا كنت بجيب اللي يعجبني انا، واللي يجي على نفسي انا، واللي على قد فلوسي انا، واللي انا عايزه اجيبه انا. انا ممكن ما اجيبش حاجه ترند وتبقى شيك جدا جدا عليها وتبقى تحفه، وتبقى عايشه معايا مده طويله والشكل بتاعها حلو، غير الترند ده. الترند ده ما انا ممكن اجيبه ويبقى ايه شهر والشهر التاني وخلاص راحت عليه، ويطلع حاجه تانية ويقع ده. طب وليه انا اجيب الحاجه اللي هي تبسطني، الحاجه اللي انا مرتاحه لها نفسيا؟ فاهمني؟ صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كمان حاجه تانية، يعني انا مثلا عجبني حاجات في المطبخ، اجيب اطباق. الاطباق دي شكلها جميل هجيبها، والاطباق دي شكلها جميل هجيبها، او الكنك ده هجيبه، او لا المجات دي اجيب واعبي في المطبخ، اعبي في المطبخ، تبقى انت مش عارفه تحطي ده فين وتحطي ده فين، كركبه على الفاضي. ولا اي حاجه تجيبيها مثلا ايه، المكنه ديت دي بتعمل ايه، ورق العنب، اجيبها. لا المكنه دي بتعمل البتاع دوت اللهم صل على سيدنا محمد، البسكويت. او مثلا المكنه دي بتعمل مش عارفه البطاطس، بتعمل البطاطس ده شيبسي. المكنه دي بتعمل مش عارفه اللي بتاعت القمع ده بتاع الزلط، مش حاجات ملهاش 30 ألف لازمة. بتجيبيها وتركني علشان شفتيها واتبسطتي وعايزة تجيبيها. اوعي، اوعي انك تزوغ على حاجات زي كده. كل الحاجات ده كلام فاضي. انت ممكن تعمليها ما دام الحاجه بتتعمل حاجه واحده، او المكنه اللي انت بتجيبها بتعمل حاجه واحده، يبقى زي قلتها. ولا تجيبي بتاعه البطاطس، ولا تجيبي بتاعه البصل، ولا بتاعه مش عارفه ايه، ولا المطحنه اللي انت بتطحن باليد ديت مش عارفه تعمل ايه، ولا بتاع الكاكاو القهوه دوت كل ده كلام فاضي. طب ما انت ممكن تعمليه بتاع القهوه ده، ما انت ممكن تعمليه بالخلاط، المضرب بتاع البيت، تشيلي واحده وتعملي واحده وتعملي بيه. ليه هجيب له المكنه بتاعته؟ وليه هجيب مش عارفه حاجات ما تستعملهاش وما تجيبهاش علشان توفري فلوسك؟ انا بكده وفرت فلوس كتير. صلوا على سيدنا محمد. يعني كمان في حاجات تانية بطلت ان انا اجيبها، اللي هي زي الشركات المنظفات. ده منظف للتلميع الازاز، ده للخشب، ده للانتريه، ده للترابيزه، ده للارضيات، ده مش عارفه ايه. كل الكلام ده كلام فاضي. بطلت ان انا اجيبه، كلام فاضي. بيضحكوا عليكم والله، بيضحكوا عليكم بيه. انا ما فيش حاجه، شويه خل على شويه ملح ليمون، على شويه ليمون حتى من الليمون اللي احنا بنعصره ده، وشويه كربوناتو، وتحطي على بعضه وتلمعي بيطلع زي الفل. ماله الحاجات دي؟ الحاجات دي شركة المنظفات بتضحك علينا بيه، والله بتضحك علينا بيه. احنا بنقول لكم على الحاجات اللي هي الصح، اللي انت البديل اللي انت تجيبيه هو الكربوناتو وملح الليمون والخل. حطيهم على بعض في ازازه كده وتقومي رشرشه وتلمعي، يبقى فل الفل. حتى البوتاجاز انت لو عملتيه بالكربوناتو وملح الليمون والخل بيبقى زي الفل. ايه فيها ايه، حته سلكه كده اللي هي الناعمه دي كده وتدعكي بيه، بيبقى فل. السلسين ده بيبقى قشطه. اعملي كده وانسي خالص ان انت هتجيبي حاجات من الشركات دي. صلوا على سيدنا محمد يا اولاد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تحطوا لي لايك. كمان هقول لكم على حاجات تانية برضو، لو انت برضو من النوع اللي انت بتروحي تشتريها. انا نزلت انا وبنتي، والله العظيم لقيت الشمع اشكال جميله تجذبك. الله، هاتي لي ده وهاتي لي ده. الله، والمبخره دي، ايوه انا عايزه المبخره دي وانا عندي مبخره. وايوه وعايزه ايوه البتاع اللي هي بتاعت الفازه دي انا عايزاها. لا والزرع ده انا عايزاه. فرع زرع كده صغير ب 90 جنيه، ب 190 جنيه، كلام فاضي. ايوه ده عجبني، ايوه انا احطه، ايوه وانا عايزه مش عارفه. حبه حاجات جبتها قطعت اكتر من ال 1000 جنيه وال 2000 جنيه. طب وبعدين عملت بيهم ايه؟ غلطانه. انا غلطت، غلطت وبتندم ان انا جبتهم ومركونين.
ومركونين، والله العظيم مركونين. فده برضو من هوس الشراء، وده توفير من التوفير. وفرت وبطلت العادات دي وما بقتش اشتري حاجه. نيجي ننزل اقول لها ما تجيبش، ما نعملش، انا نازله على حاجه معينه بس وهجيبها. حتى في السوق ما بقتش انزل اجيب حاجات كتير، انزل يا دوب حاجات على القد وبكتبها وبس، هو ده. ولو نسيت حاجه ببعت اجيبها، لان انا نسيتها، لان انا محتاجاها في البيت للاكل والشرب. لكن الحاجات التانية لا، بطلت ان انا اجيب اي كلام. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كمان من ضمن الحاجات، لو انا عايزه اخرج انا وولادي مثلا او كده وخرجنا مع بعض، اقول لهم لا مش هنشتري اكل من بره، انا هعمل الاكل. اقوم عامله الكريب، عامله جايبه اللحم بتاع البانيه، واقوم جايبه المايونيز والكاتشب، واحمر بطاطس، واعمل الكابوتشا، واقوم عامله سندوتشات اللي هو الكريب التحفه الجميله من البيت. واحنا رايحين نتفسح او رايحين مكان، رايحين جنينه او رايحين بتاع، بناخد الاكل معانا من البيت، ما بشتريش اكل من بره. الاكل غالي، وتاني حاجه مش عارفين عاملين ازاي، وتالت حاجه ان انت بتصرفي فيها مصاريف بالغ كتير. يعني مثلا لو انا عملت 10 كريبات، الواحد بس، الواحد الكريب احنا هنا بنجيبه عندنا احنا وعندنا رخيص 80 جنيه و85 جنيه. ف 10 مثلا بكام؟ بصوا بقى 850 جنيه. انا جايبه كيلو البانيه، وجايبه كيلو البطاطس، وجايبه الكابتشا، وجايبه كيس مايونيز وكيس كاتشب، وكيلو اللي هو الكريب اللي هو الرقاق الطري. مش بجيب الكريب، بجيب الرقاق الطري. عارفين الرقاق الطري؟ هو ده بعمل منه الحاجات دي. طبعا الحاجات دي بتدي حاجه كويسه جدا، بتعمل حاجات اكل كتير. 10 ترغفه او هي الكيلو 12 رقاقيه بعملهم، وباخدهم بعملهم سندوتشات، واقوم عاملاه بالورق بتاع ده اسمه الفويل، واقوم حطاه ملفه لفه كويسه، وناخد ازازتين الميه معانا، وناخد مثلا كنت اعمل لهم عصير وبنروح. اما اشتري من بره لا، ما بشتريش حاجه من بره خلاص. دي حاجه من الحاجات اللي انا وفرتها وبطلتها. ولازم نجيب اكلنا من بيتنا وحاجتنا من بيتنا. والعيال مثلا لو عايزين يشتروا مثلا شيبسي ولا ايس كريم ولا مش عارفه ايه، بنشتري لهم الحاجات دي بسيطه بس ليهم. لكن احنا لا. وممكن اخد مثلا معايا شاي، باخد ترمس الشاي معايا، او مثلا ترمس عصير او ازازتين عصير معانا، عصير من اللي انا عاملاه، عصير مانجا، عصير فراوله بقى، عصير جوافه، اي حاجه محطوطه. لكن اشتري حاجه من بره، هو يا دوبك بس الركوب وبس على كده، وبنروح ناخد قعدتنا وفسحتنا وبنتبسط وبنرجع تاني. دي حاجه برضو من الحاجات اللي انا وفرتها من ضمن المصاريف. ده انا حتى وانا كنت لسه وعيالي صغيرين، وانا كنت الحمد لله رب العالمين كنت لسه برضو بصحتي، كنت بعمل، بقيت اعمل كده. الحاجات دي ما بقتش اشتريها من بره. كده وقفت على رجلي شويه. فاهمين يا اولاد؟ صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه تتحكمي في فلوسك، وعايزه تتحكمي في كيس فلوسك، اقول لك على حاجه مهمه. انا دلوقتي رحت مثلا لقيت حاجه عجبتني، عايزه اشتريها. طب اشتريها ولا اشتري دي؟ بس دي احلى. لا، اشتري الحاجه دي احلى. واعملي كده مقارنه مع نفسك. طب استنى شويه، طب اروح البيت واشوف دي انا محتاجاها ولا لا. هي دي الخطوه السليمه اللي انت هتعمليها عشان توفري من فلوسك، وتوفري بمحفظتك، وان انت تبقى معاكي فلوس. عايزه تبقي غنيه، اعملي اللي انا بقول لك عليه دوت. تاني يوم جيت اتلهيت مع الدنيا، واتلهيت مع الحاجات، واشتريت مش عارف ايه، وجبت ايه، وعملت ايه، ونسيت اللي انا كنت عايزاه. الله! يبقى ده مش كنت في دماغي، ولا كنت محتاجاها ضروري، ده هوس. فالحمد لله ان انا ما اشتريتهاش. شفتوا بقى؟ الواحد لما ما تشتريش الحاجه، اقعدي مع نفسك، فكري كده 24 ساعه، او سيبيها وارجعي لها تاني. او كنت محتاجاها هترجعي لها تاني، مش محتاجاها مش هتجيبيها وهتنسيها نهائي. هو ده التوفير الصح. هو دوت العشر حاجات اللي انا بقول لك عليهم، تبطليهم وتقومي جايبه الحاجات اللي هي ايه، يعني تلمي نفسك بقى، تلمي نفسك بالفلوس اللي معاكي، وتلمي نفسك علشان الفلوس اللي معاكي واللي انت عايزه تصرفي بيها دي، تكوني ست واعية وست قروبة، وهتخليكي صاحبة ثروة مية مية. الحاجات اللي انت لو اتبعتيها دي هتخليكي ان انت معاكي فلوس قد كده، وهتحوشي ومش هتحتاجي لحد حاجة. انا الحمد لله مش عايزة محتاجة من حد حاجة، واديني انا مع نفسي وبشيل وبحوش علشان ان انا اطلع عمرة. وربنا كريم، وانا بقول لكم على الحاجات ديت، العشر حاجات دي عشان تمشي بيها بما يرضي ربنا. وان انت لو مشيتي عليها هتكوني ثروة احسن مني كمان. انا ما لسه ما كونتش الثروه ولا على قدي. لو انت بقى واحده بتاخدي مصروف وشر والشرسة الشراء عندك، شراهة الشراء عندك دي حاجة تانية. بدل ما تجيب الحاجة وحاجتين وثلاثة، لا، اجيب الحاجة اللي انا محتاجاها ضروري. او مثلا
اقعد مع نفسي 24 ساعه عقبال ما اجيب الحاجه دي. عجباني هجيبها، هتقومي رايحه تاني يوم تجيبيها. لو مش هتجيبيها هتنسيها خالص وتريحها من دماغك. فانت بصي الحاجات دي عشان تبقي ست بيت قروبه وشاطره وايه ومعاكي ورث فلوس قد كده اكنك ورثتي. بحبكم في الله، ما تنسيش في اللايك.